عارف انت قصه صلاح واتحاد جده دي انا شايفها ازاي؟ شايفها قصه واحد رخم والتاني ارخم منه، كل واحد بيعند في التاني وكل واحد مستغل اللي بيحصل والبروباجندا دي بالطريقه اللي تخصه. ناس تقول لك سيبوا صلاح ومالكوش دعوه بيه وخلوه في حاله، هو اكيد هياخد القرار الصح. بس انا بقول لك انه رايي انه الناس تطلع بره بنطلون صلاح، وناس تقول لك لا احنا اضرب مصلحته وهو مش عارف حاجه واحنا عارفين الصح ليه ايه والغلط ايه. بس اللي مش واضح ان صلاح ووكيله وليفربول واتحاد جده الثلاثه دول مستغلين البروباجندا والاحداث اللي حاصله في الاعلام وفي العالم كله على الخبر بتاع صلاح واتحاد جده ده، وكل واحد مستغله بالطريقه اللي هو عايزها واخد منه اللي هو عايزه بالظبط. اخر مستجدات الموضوع ده ان اتحاد جده بعت لليفربول عرض ب 150 مليون دولار، قال لك انت عندك 150 مليون دولار اهو اديني صلاح، قال لك لا انا مش هديك صلاح وما فيش عندي لعيبه للبيع. اتحاد جده يسكت؟ لا ما يسكتش. اتحاد جده دلوقتي بيحضر ان هو يقدم عرض ب 200. طب ايه بقى اللي حاصل ما بين الموضوع ده كله؟ اللي انا شايفه ان صلاح ووكيله مستغلين الموضوع ده في صالحهم. ليفربول كده كده هم عارفين ان ليفربول لو باع صلاح مش هيلاقي لعيبه ثانيه يجيبها علشان الميركاتو الاوروبي قرب يخلص، وممكن لما الفيديو ده ينزل يكون الميركاتو الاوروبي خلص اساسا. فصلاح ووكيله متاكدين ان صلاح مش هيتباع وليفربول مش هيوافق ببيعه، علشان لو باعه خلاص ليفربول هجيب مين بدل صلاح، فما فيش وقت. فده قرار مؤكد ان هم مش هيبيعوه. صلاح مستغل الموضوع ده لاتحاد جده اللي هو قايل لهم انا موافق يا عم عايزني انا معاك، بس روح اتكلم مع الناس الثانيه دي. الناس الثانيه دي رافضه. فصلاح ووكيله مستغلين الموضوع ده في التسويق لصفقه صلاح، في التسويق لاسم صلاح، في ان صلاح اسمه يفضل في الاعلام لاطول فتره ممكنه. ان هو يقول لاتحاد جده ماشي انا موافق، اتحاد جده يروح يتكلم مع ليفربول يقول له لا ما عنديش لعيبه للبيع، وهكذا يفضلوا يلفوا حوالين بعض. والشريحه الاكبر مننا مش عايزه ان صلاح يروح لاسباب معينه، ان انت ما عندكش لعيبه هيجي لك كل يوم زي صلاح، مش كل يوم لعيب هيطلع الشامبيونز ليج، يطلع في الدوري الانجليزي يبقى هداف الدوري الانجليزي سنتين ورا بعض، يرفع الشامبيونز ليج ويرفع كاس العالم للانديه ويلعب قدام لعيبه كبار واسمه يتقال في كل الصحف واسمه يبقى عالمي ويرفع اسم البلد والكلام ده كله. دي شريحه كبيره مننا بتبص في النظره دي، اللي هو انت كل يوم بتقضيه في اوروبا هو تاريخ جديد انت بتكتبه في سطر يعني في كتاب تاريخك. كل يوم في اوروبا هو تاريخ جديد بيكتب لك، فانت ما تروحش السعوديه حتى لو فاضل لك سنه وتعتزل. وفي ناس تقول لك برده طب يا عم هو لو استنى في ليفربول تاني هيعمل ايه؟ يعني هو دلوقتي ليفربول بتقع، مفيش الشامبيونز ليج، مفيش دوري، مفيش شكل، مفيش منظر للفريق، المركب بتغرق، فاخلع منها قبل ما تغرق على الاخر بقى وتوصل للعمق تحت. فدي برضو وجهه نظر ان فعلا انت المركب بتغرق مستنيه اكتر من كده، ومفيش نادي في اوروبا باعت لك عرض مغري برضو ان انت تروح له. فروح يا عم نملك القرشين اللي انت عايزه. اللي الناس متاكده منه ان صلاح وكيله مش هياخدوا قرار غلط. يا جماعه الناس دي كبيره قوي وفاهمه قوي وعندهم خبره كبيره، مش هم اللعيبه الصغيره اللي تقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. احنا كلنا نفسنا ان صلاح يكمل، وناس كتير قوي نفسها ان صلاح يعتزل في الدوري الانجليزي، ولكن هم ممكن يكون لهم نظره ثانيه، وممكن يكون فعلا زي ما قلت في الاول ان هم مستغلين الموضوع تسويقيا واعلاميا، ان انا بسوق لاسم اللعيب بتاعي. رامي عباس بيسوق لاسم صلاح، وصلاح بيسوق لنفسه اكتر ومخلي اسمه على شغال في الاعلام لحد ما الميركاتو يقفل، وانا كده كده عارف ان ليفربول مش هيبيعني، فخلاص ادينا يا عم بنلعب وبنهزر. بس اللي الناس برضو متاكده منه ان صلاح ووكيله مش عيال صغير، وان هم قراراتهم هم دارسين فعلا هم عايزين ايه، وكل واحد فيهم عارف هو عايز ايه. في ناس كلها بنظرتها بعد ما يعدوا 30 سنه لعيبه الكوره ان هو لا في تامين مادي انا محتاجه، انا افتح لي محل جمله اعمل لي اي منظر بعد ما اعتزل، محتاج يامن نفسه. وعلى فكره السعوديه هي مستفيده جدا من انتقال صلاح لهناك. انت الواجهه المشروع بتاعك هيبقى لعيب عربي، لعيب عربي مصري، وده اللي هم عايزينه، ان الواجهه بتاعه المشروع. عشان كده هم معندين جامد مع ليفربول. وانا 150 طب انا ممكن اقول لك 200، طب انا ممكن اقول لك 250 ويبقى رقم خزعبلي ما تشافش في تاريخ الكوره. بس انا خلاص هي كبرت في دماغهم ان هو انت بتعند معايا، طب انا بقى عايزك يعني عايزك. ومن ناحيه ثانيه هم عايزين فعلا واجهه المشروع بتاعهم يبقى لعيب مصري، لعيب زي صلاح. هو اللعيب العربي الوحيد على مستوى الكره العربيه والكره العالميه هو اللي عمل الاسم اللي عمله صلاح، فلما اجيبه يبقى هو الواجهه بتاعه المشروع بتاعي، دي مش حاجه قليله. وفي ناس تقول لك برضو ان مشروع السعوديه ده وارد يفشل. يا عم طب ما هو لو فشل، صلاح عنده 31 سنه هيلعب في السعوديه سنتين، فشل ما فشلش سنتين مش هيلحق حتى يبان له ملامح، هو هياخد القرشين اللي هو عايزهم وهيتكل على الله. فالفكره كلها ان الموضوع دلوقتي زي ما انا بقول اللي انا شايفه ان الموضوع مستغل بس اعلاميا. صلاح ووكيله مستغلين الموضوع تسويقيا واعلاميا، وليفربول كده كده هم متاكدين ان هو مش هيبيع. فيا معلم انا هروح اقول لاتحاد جده انا عايز ماشي اروح، بس شوف يا عم اتكلم مع ليفربول وسايسو. هو اتحاد جده يروح يكلم ليفربول يقول له انا عايز صلاح، يقول له لا ما فيش صلاح بس، والحكايه لفه كده هتفضل تلف كده لحد ما الميركاتو يخلص. ده توقعي الشخصي ودي النظره اللي انا شايفها، ان الموضوع استغلال اعلامي بحت. ففاضل كام يوم على الميركاتو السعودي ويخلص، حوالي 4 ايام او 3 ايام والموضوع ينتهي، وهنشوف ساعتها هيقفل على ايه. بس صلاح راح، صلاح ما راحش، الناس دي مش هتاخد قرار صغير، الناس دي كبيره. صلاح اكيد شايف نظره احنا مش شايفينها، وكيل اعماله مش هيسوحه، وكيل اعماله راجل كبير. رامي عباس ده مش سهل، رامي عباس ده من اكبر وكلاء اللاعبين في العالم، فمش بالسهل هياخد لصلاح قرار، وصلاح مش بالسهل هيوافق على قرار هو شايف ان هو قرار غلط. اكيد هيكون مدروس وليه نظره ما احنا مش هنكون واخدين بالنا منها، سواء كان بقى من حته ليفربول بيقع، سواء كان هيروح يلم فلوس، ايا كان. يعني الموضوع كله يكمن فيه ان صلاح
مش اللاعب الصغير اللي ممكن ياخد قرار غلط. ده اللي انا شايفه. فايا كان احنا طبعا نتمنى انه يكمل في ليفربول، اتمنى ان هو يعتزل بتيشيرت ليفربول، اتمنى ان هو يكمل لحد ما يبقى الهداف التاريخي للنادي. بس كل ده لا يعني اي شيء قصاد القرار اللي هو ممكن ياخده. فكلها كام يوم وهنعرف الموضوع هيمشي على ايه. فحبينا بس نقول الكلمتين دول واقول انا كنت شايف الموضوع ازاي. فسلام.